بيبدأ الفيلم بشخص بيكون ماشي بمنطقة واسعة وإيديه كلها دم وحامل صندوق، وبيقرب من شط البحر وبيفوت لجوات البحر وبيغرق. بعدين منشوف كاثرين يلي بتكون عم توشم على إيدها رسمي. بعدين بتركب سيارتها وبتروح على الأوتيل، وبيتصل فيها حبيبة ديريك يلي بتكون متضايقة منه وبتقله إنه هي عم تحاول تتجنبه، لهيك بعدت. وبعدها بتقعد بتعزف وبتغني وهي متضايقة. وتاني يوم بتكمل طريقها وبتصل على بيت بمنطقة معزولة وبتفوت لجوا. وبعد ما ترتب أغراضها بتحكي مع صديقة فيديو كول، وبتقلها صديقتها إنه ديريك دقلها بس هي ما ردت عليه، وبتخبرها هي إنها حكته، وبتصير تحكي لها عن المنطقة وشو عملت من وقت ما وصلت. تاني يوم بتقعد بتعزف وبتغني. بعدين بتطلع مع رفيقتها يلي بتصورها برا البيت، وهنن على الطريق بتقلها صديقتها إنه حابة تصور بالمزرعة الفاضية، وبتقرأ عن النت شوية معلومات، وبتقرأ إنه آني لقت زوجها غرقان بالبانيو. بالبداية كانوا مفكرينه انتحار، بس بعدين تم تسجيله على إنه جريمة قتل واعتقلوا آني. وبعدها تعرفت إنها كانت عم تسمع أصوات براسها، وطلبت إنه يحكموها إعدام، بس ما تم الحكم عليها بهالشي، فقطعت معصمة بالسجن. وبعدها ضل البيت فاضي لعام 1971 لوقت انتقل جوزيف وسولا يعيشوا هنيك، وبلشوا بأعمال الترميم. وبيوم كان جوزيف عم يشتغل على سطح البيت ورمى صندوق أدواته من على الحفة، فوقع على راسه وماتت. وبعدها اختفى، وهو كان سباح ماهر وكان كل يوم يسبح على الشط، لهيك الكل بيقولوا إنه غرق بالمحيط، وإنه البيت من وقتها فاضي. وبيصلوا على البيت وبيفوتوا، وبتصير صديقتها تصورها جواته، وبيكون البيت مهجور وتعبان كتير، وبيضلوا يتفتلوا بالمنطقة وبيلتقطوا صور. وبالليل بترجع على البيت وبتقعد لتعزف وتغني، وبعدها بتقعد لتتفرج على الصور يلي التقطوها، وبتنتبه إنه بوحدة من الصور في وراها مثل خيال شخص، وبتبعتها لصديقتها جريس بتسألها عن الصور. وبالليل وهي نايمة بتصحى وبتسمع صوت، فبتقوم لتتفقد شو هالصوت، وهي واقفة بتشوف اللوحة عم تبعد وتخبط بالحيط لحالها، فبتمسكها وبتثبتها. وهي واقفة فجأة بتشتغل الموسيقى بصوت عالي، فبتركض وبتطفيها. تاني يوم بتكون قاعدة وعم تتفرج على الصور يلي متصورتها على الموبايل، وبتلاحظ بفيديو إنه جريس واقفة بطريقة غريبة قدام البيت. تاني يوم بتروح بتتفتل بالمنطقة وبتوقف على الشط، وبتشوف شخص واقف من بعيد، ولما بترجع بتطلع بتلاقيه صار أقرب. وبالليل لما تكون كاثرين عم تشتغل بالمطبخ منشوف خيال شخص بالغرفة، وبتسكر الباب لحاله وبيرجع بينفتح، بس بيختفي الظل. ولما تروح هي لتتفقد تشوفي بتفوت على الغرفة بس ما بتلاقي شي، وبعد ما تعزف وتخلص تجهيز لمقطوعاتها الموسيقية بتنام. وبتصحى بالليل وبتسمع صوت، فبتاخد الكشاف من الدرج وبتصير تطلع على الممر، وبصير الصوت أقوى، وبتلاقي الكرسي تحرك لحاله. تاني يوم بتحكي مع شخص بخصوص العرض الموسيقي والمقاطع يلي عم تجهزها للموسيقى. ولما بتكون متسطحة جنب العدة الموسيقية تبعها وحاطة بأذنيها السماعات، بتصير تلتقط أصوات وترددات غريبة، وتسمع صوت عم يردد اسمها، وفجأة بيطلع صوت قوي فبتشيل السماعات فوراً. وبعدها بيطلعوا هي وجريس وبتصير كاثرين تعزف، ولما بترجع على البيت بتعزف شوي وبتنام. وبالليل بتصحى خايفة وبتلاقي خيال شخص قدامها، فبتخاف وبتشغل الكشاف فوراً وبتلاقي اختفى. بتقوم بتطلع لبرات البيت وبتصير تدور حواليها، وبتلاقي آثار أقدام على الأرض، فبترجع على البيت وبتفوت لتتحمم. بس تطلع منشوفها قاعدة قدام المراية وعم تطلع بطريقة غريبة وكأنها بحالة نفسية مو مستقرة. وبتطلع لبرات البيت وهي مبلولة والجو بارد كتير. وتاني يوم بتطلع هي وجريس ليغيروا جو، وبيرجعوا على البيت وهن قاعدين بتقلها كاثرين إنه حاسة حالها مو تمام، وإنها بتعتقد بإنه عم تحس حالها عم تشوف شي غريب بالصورة. وبتقلها إنه من وقتها ما عم تقدر تنام، وعم تحس حالها إنه عم تسمع وتشوف شغلات، والصبح بتحس إنه كل شي كان تهيؤات. وبتطلب من صديقتها إنه تبقى معها لأنه داق خلقها لحالها. وبالليل وهن نايمين على الساعة 3:39 بتصحى كاثرين وبتلاقي جريس قاعدة على التخت وعم تقول إيه ولا ورح أعمل هالشي، ومنشوف إنه الظل الأسود قدامها. بعدها منشوف وحدة ماشية وبتوقف قدام البيت وبترفع إيديها وبيوقع الصندوق عليها. وبتصحى كاثرين فجأة وبتكون شايفة هالشي بمنامها، وبتقوم بتاخد الكشاف وبتصير تتفقد كل البيت، وبتروح بتتصل بجريس وما بترد عليها، فبتطلع لبرات البيت وبعدها بترجع، وبتصير الدنيا الصبح وبيكون واضح عليها الانزعاج. بعدها بتنزل لتحت وبصير الضوء يشعل ويطفي، وبتروح باتجاه الباب، ولما بتفتحه بتلاقي جريس واقفة على الكرسي على رؤوس أصابعها وربط على رقبتها حبل. ولما بتنادي لها كاثرين بتصحى على حالها وكأنها كانت منومة، وبتشوف خيال الشخص قدامها وفجأة بيختفي، وبينرمى الكرسي من تحت جريس وبتنشنق. بتركض كاثرين لتنقذها وبتمسكها وبترفعها مشان ما تختنق، بس بيرجع بيظهر ظل الشخص وبتوقع جريس من فوق وبينخبط راسها بالكرسي وبتموت. وبالآخر منشوف كاثرين عم تقدم العرض تبعها وبتتشكر الناس على حضورهم، وبتخبرهم إنه هذا بيكون العرض الأخير، وبتكون عم تغني وهي حزينة وغاضبة بنفس الوقت ونفسيتها محطمة. ولهون بتخلص قصة الفيلم.
وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.